طلب القائد الروماني جرجة مبارزة خالد بن الوليد. عندما التقيا عام بين 636 في اليرموك، حيث تتصادم الإمبراطوريات، التاريخ نفسه يحبس أنفاسه، لأن الكريم لا يكذب، وسأله عدة أسئلة حول الإسلام. أسئلة جرجة أدعلك كان إلى جرجة هدمة. مفتونا بشجاعة اخرج خالد وقابمني. وشخصيته. أنشدك وسأله: بإلهك يا خالد، أجبني بالحق، فاصدقني، فقد قيل أنكم ولا لا تكذبون. تكذبني. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ إجابة خالد: أجابه خالد بن الوليد بالنفي، موضحا له أن الله أطلق عليه لقب سيف الله الرجل الحر لا يكذب. بعد أن أجبني دعا بصدق. له النبي هل أرسل بالنصر، إلهك سيفا من السماء؟ ثم سيفا دعاه يضمن لك خالد النصر. إلى الإسلام أو الجزية أو القتال؟ إسلام. عندما سأل جرجة عن منزلة من يدخل الإسلام اليوم، أجابه خالد أن منزلتهم جميعا واحدة في الدين، لا فرق بين سابق ولاحق. اطمأن قلب جرجة لهذه الإجابة، وظهرت عليه علامات الرضا. نظر إلي النبي وقال: أنت سيف من سيوف الله، مسلول على الكافرين. أخذ خالد اسلم يا بن جورج. الوليد جرجة سلام إلى في الإسلام. خيمته، وطلب منه أن يغتسل وينطق الشهادتين، ثم صلى به ركعتين. بعد ذلك انطلق جرجة يقاتل في صفوف المسلمين، واستشهد في نفس اليوم في أرض المعركة. اقتلوا الغزاة. تعد هذه القصة من هذا؟ مثالا على جورج؟ تأثير شخصية القادة لا يمكن. المسلمين وأشهد أن وأخلاقهم السمحة محمدا رسول في دعوة الناس إلى الإسلام، حتى في أشد لحظات المواجهة العسكرية. في معركة اليرموك العظيمة وجد جورج خلاصه. اعتنق الإسلام على يد سيف الله